ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل مع بعض وصفة النهاردة. معايا كيلو من المفروم، ومعايا كيلو الا ربع من البصل مفروم برضو، ومعايا كمان فلفل حامي على بارد، تقدري طبعا اللي انت تحبيه تحطيه. وهحط كمان عليهم ليا ضاني، ودي اختياري برضو. وهبدأ احط البهارات بتاعتي، حطيت ملح، وكمان هحط دلوقتي فلفل اسود، وكمان رشة من القرفة. وكمان هي حاجة بسيطة من القرفة بتدي ريحة حلوة قوي للحواوشي. احنا نعمل مع بعض احلى حواوشي بجد، هتعجبكم جدا. هنزل كمان عليهم بشوية من الكزبرة، حوالي معلقه، برضو دي بتدي ريحه حلوه وبتدي ريحه شوي. هنزل عليهم بسبع بهارات، لو متوفر اي بهارات حواوشي برضو حطيها. مش قادره اوصف لك بقى الخلطه دي بالبهارات بكل حاجه كده على بعض بتبقى بجد خطيره. هقلب كده كله مع بعضه لحد ما اللحمه تتماسك معايا، وبعد كده هبدا ادخلها التلاجة. وبعد كده هسيبها في التلاجة اقل وقت 30 دقيقه. يفضل طبعا تسيبيها من بالليل، لو عملتيها من بالليل هتتبل اكتر وهيبقى طعمها كمان احلى. هبدأ بقى دلوقتي اجيب العيش بتاعي وهفتحه كده، وهبدأ افتحه علشان اقدر احط فيه كمية اللحمة بتاعتي. هعمل بقى كل العيش بالكمية معايا، وهبدأ كده احضر العيش معايا. مش قادرة اوصف لكم بقى العيش البلدي دوت حاجة كده خطيرة. تقدري تطلبي العيش دوت من الفرن وتقولي له عايزة عيش حواوشي، بيديكي العيش الصغير دوت، بيبقى حلو قوي. هجيب بقى اللحمة بتاعتي على حسب طبعا الكمية اللي تحبيها، وهبدأ احشي الرغيف بتاعي. انا بعمل كده زي كورة كده على قد ايديا، وبعد كده ببدأ بفرد في الجوانب الاول الاحرف، وبعد كده بظبط اللحمة في النص. زي ما انت شايفة كده معايا الحشوة مظبوط قوي. وهبدأ اعمل معاكم رغيف تاني. هجيب برضو كورة على قد ايديا، على حسب طبعا الكمية اللي انت تحبيها، وعلى حسب طبعا حجم رغيف العيش اللي انت بتحشيه. هبدأ كده افرد اللحمة على اطراف العيش، وهبدأ كده آه، اظبط كده اللحمة في العيش معايا زي ما انت شايفة. بعد كده انا عملت معايا كمية الحواوشي كلها. تقدري طبعا في اوقات لو زادت معاكي الكمية تقدري تشيليها كمان في الفريزر، بتغطيها بورق زبدة وورق فويل وتشيلي في الفريزر. جبت معايا هنا شوية من الزيت، او تقدري تجيبي شوية من السمنة على حسب المادة الدهنية اللي تحبيها. وهبدأ ادهن العيش بتاعي، وهكون مسخنة الفرن على درجة حرارة عالية قبل ما ابدا اعمل بيه يعني في الزيت، عشان يخش على درجه حراره عاليه. انا بحطه على الصاجه، بحط فوق الصاجه ورقه فويل، وببدا احطه على الصاجه. بعد كده بياخد وش، ما بياخدش من 3 ل 5 دقايق على الوش الاولاني، وبعد كده بقلبه وبياخد اللون على الوش التاني، وبيكون معايا استوى، ما بياخدش معايا اي وقت. انا بحب اقدمه بصراحه مع شويه طماطم مخلله بقى وشويه طحينه، حاجه كده خطيره. الوصفه بجد خطيره، لازم تجربوها. المكونات سهله وبسيطه وما بتاخدش معاكي اي وقت، واسرع اكله وحاجه كده تنزل على قلبك. بجد الوصفه مش قادره اوصف لكم عامله ازاي، واللحمه مستويه كويس جدا، والعيش كريسبي معايا، وشكله خطير. ما بالك بقى ده غدا سهل وسريع وما بياخدش معاكي اي وقت. والبهارات اي حاجه متوفره عندك تقدري تستخدميها، المتوفر عندك تقدري تعمليه. بجد الوصفه خطيره وما تتفوتش، وما فيهاش بجد ولا غلطه. تقدري تزودي طبعا الفلفل الحامي زي ما تحبي. ومش قادره اوصف لك بقى على الحلاوه زي ما انت شايفه معايا. يلا جربوا الوصفه، هستنى رايكم يا حلوين. الف هنا.